تسلمت الباكستانية مالالا يوسفزاي جائزة نوبل للسلام في العاصمة النرويجية أوسلو بالمناصفة مع ناشط حقوق الأطفال الهندي كايلاش ساتيارثي. تعد مالالا يوسفزاي ناشطة حقوق إنسان من باكستان، وقد اشتهرت بتنديدها عبر تدويناتها بانتهاك حركة طالبان باكستان لحقوق الفتيات وحرمانهن من التعليم وقتلهم لمعارضيهم. وقالت مالالا في تصريح لبي بي سي قبل استلامها الجائزة إنها تعتزم خوض غمار السياسة إذا كان ذلك سيخدم بلدها، وصرحت: إذا كان بوسعي أن أخدم بلادي عبر السياسة وأن أصبح رئيسة للوزراء سأقوم بالتأكيد بهذا الخيار. وتعد مالالا البالغة من العمر 17 عاما أصغر من حصل على جائزة نوبل للسلام في تاريخ الجائزة. أما كايلاش ساتيارثي فيبلغ من العمر 60 عاما، أسس حركة حماية الأطفال التي تدافع عن حقوق الأطفال وتعمل على إنهاء الإتجار بالبشر. قاد مظاهرات ضد استغلال الأطفال كانت كلها سلمية حسب مبادئ غاندي كما قالت لجنة نوبل. وساتيارثي هو مهندس كهرباء، أسس حركة إنقاذ الطفولة عام 1980، وهو ناشط متحفظ لا يخرج عن صمته إلا للدفاع عن قضية الأطفال. كما يرأس حركة المسيرة الشاملة ضد عمل الأطفال التي تضم حوالي 2000 جمعية وحركة اجتماعية في نحو 140 بلدا. وقالت لجنة جائزة نوبل إن أهمية جائزة هذا العام تكمن في أن مسلمة وهندوسيا باكستانية وهنديا اجتمعا في النضال من أجل التعليم. وقالت مالالا: سأواصل النضال حتى أرى كل الأطفال في المدرسة. وعاربت الحائزة على نوبل للسلام التي تتخذ من الراحلة بينازير بوتو قدوة لها أن تتولى بعد إتمام دراستها رئاسة الوزراء في باكستان. ففي 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 2012 اعترض عناصر من حركة طالبان في باكستان الحافلة المدرسية التي كانت تنقل مالالا ورفيقاتها في وادي سوات مسقط رأسها، وأطلقوا رصاصة في رأسها بتهمة الإساءة إلى الإسلام، لكن إصابتها الخطيرة لم تقتلها ونفدت بأعجوبة من الموت بعد تلقي العلاج في برينغهام في المملكة المتحدة حيث تقيم اليوم. وللمرة الأولى منذ محاولة قتلها عرض زي المدرسة التي كانت ترتديه وما زال ملطخا بالدم في مركز نوبل. سارة الناصر، راديو دنجي زلال.